مساء الخير على متابعينا، حلقة جديدة من برنامجكم مجال للكلام. النهاردة هنتكلم عن أسطورة الكوميديا المصرية اللي كانوا بيندهوه ويقولوا له يا سمعة. عايزين تعرفوا هو مين؟ استنوني بعد الفاصل. بررم شغلتك على المدفع بررم. ما هو يا شاويش عطية أصل الحكاية. اجلس. انت نمرتك كام يا عسكري؟ 4. و4 دي شغلتها ايه على المدفع؟ فلاش اللي بوش هحيي ولا فاج بلاش تقولوا بدك حي عندنا هو بلا حاش اللي النهاردة هنتكلم عن الفنان إسماعيل ياسين. اتولد في محافظة السويس 1912. والده كان بيشتغل في محل دهب، ووالدته للأسف الشديد اتوفت وهو صغير. والده دخل السجن بسبب كثرة الديون عليه، فاضطر للأسف إن هو يسيب المدرسة وهو عنده 12 سنة ويشتغل في أي حاجة كده اللي هو يقدر يعيش منها. لكن كان عنده حلم من وهو صغير إن هو يبقى موهوب. عشان خاطر الحلم دوت ساب السويس وراح القاهرة واشتغل صبي حلاق. لكن ربنا أراد إنه يحقق له حلمه واتعرف على أبو السعود الإبياري، فكتب له سكريبتات وسكتشات وعملوا مع بعض مسرحيات كتير جدا. بعد كده دخل في مجال الإذاعة، بعد كده دخل في مجال السينما واشتغل أدوار صغيرة لحد ما عمل فيلم بطولته اسمه فيلم الناصر، ودي من ساعتها بقى بطل شباك. عمل أفلام كتير قوي باسمه: إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في الطيران. ويعتبر كده إسماعيل ياسين أول فنان في العالم يكتب اسمه على الأفلام. ومن ضمن انجازاته ان هو عمل 150 فيلم في 20 سنه بس، لدرجه ان السينمات كانت كل اسبوع بتنزل له فيلم. اشتغل مع نجوم كبار زي عبد الحليم حافظ، فريد شوقي. ومن ضمن انجازاته كمان ان عمل فرقه مسرحيه باسمه، سماها فرقه مسرحيه اسماعيل ياسين. الجوائز اللي حصل عليها، حصل على تكريم من الرئيس جمال عبد الناصر بسبب الوحدة الوطنية ومساعدة الشباب للانتماء الوطني وإن هم ينتموا للجيش. وتم إطلاق اسمه في محافظة السويس على شارع كنوع من تكريم لمدى الفخر اللي هو عمله في الفن، ورفع على محافظة السويس كأنه ابن من أبناء السويس. مع كل النجاح ده كله، للأسف الشديد في أواخر أيامه بسبب خلافه مع المنتجين والضرايب تعرض لأزمة مالية كبيرة وتوفى 1976، تاركا لنا أثر فني كبير من الضحك والكوميديا والهزار. وبكده خلصت حلقتنا، بس ما خلصش كلامنا، واستنونا حلقة جديدة ومجال جديد للكلام مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.